ده اكتر فيديو عشوائي ممكن تشوفوه. ولكن في الفترة الأخيرة جالي أسئلة كتيرة لناس عايزة تيجي دبي، تيجي سواء سياحة أو تيجي تشوف شغل وتستقر. ففي الفيديو ده هقول لكم على تكاليف المعيشة في الإمارات عموما، مش دبي بس. في البداية عايز أقول لكم إن كل إمارة بتختلف عن التانية من حيث الشغل، من حيث الأكل والشرب، من حيث حتى أسعار المواصلات، وأهم حاجة السكن. أغلى حاجة فيهم دبي، بعدين أبو ظبي، بعدين الشارقة، بعدين بقى الباقي عجمان والفجيرة والعين وراس الخيمة. بس خليني اكلمكم على دبي، لان معظم الناس اللي بتكون عايزة تسافر بتكون عايزة تيجي تشتغل في دبي او عايزة تيجي سياحة في دبي. اول حاجة الطيران، عشان تجيبوا طيران بسعر رخيص هتلاقوه على ويب سايت سكاي سكانر. تكتبوا مثلا ايجيبت وبعدين تكتبوا الامارات UAE، فممكن يقول لكم مثلا ارخص طيران من اسكندرية لدبي، او من اسكندرية لابو ظبي، او من القاهرة للشارقة. فهو بيقول لكم في التواريخ دي ايه ارخص طيران ممكن تلاقوه. ولكن نصيحة، ما تختاروش طيران رايح جاي، يعني اختاروا بس اوبشن طيران رايح بس، احجزوا على طيران وانتوا راجعين طيران تاني. ده اوبشن بيكون ارخص. ممكن تسافروا من القاهره وترجعوا مثلا على مطار اسكندريه، وممكن تسافروا تنزلوا في ابو ظبي ومثلا وانتوا راجعين تسافروا من دبي. حبيبه بتقول لو جايين على فيزا سياحه لازم يكون معاكم تذكره. ايوه، هم هيعملوا تذكره ذهاب وعوده بس مش نفس الشركه، يعني مش هيروحوا مصر الطيران يرجعوا مصر الطيران، ممكن يروحوا فلاي دبي يرجعوا. تاني حاجه وهي السكن. لو حد جاي لوحده عايز يوفر بقى، يوفر جامد جامد، فيقعد في هوستل مثلا، في ابلكيشن او ويب سايت هوستل وورلد. بيبقى عباره عن سرير، انتوا لما تدخلوا هتشوفوا الصور. وفي اوبشن تاني عن طريق برضو نفس الابلكيشن هوستل وورلد، ان انتوا تاخدوا برايفت روم لوحده. وفي برايفت روم جواها حمام، وفي برايفت روم مش جواها حمام. هي بيبقى مكتوبه برايفت روم مش ماستر روم، لان هي بتكون اصغر. واكتر الهوستلز اللي موجوده في ابو ظبي. لو عايز اوبشنز تانية فانت طبعا بوكينج عليه الفنادق. لو حد عايز فندق خلاص هو عارف هو هيعمل ايه. بس لو حد عايز سكن، او حد عايش هنا او هينقل مثلا، يعني هو عايش في الشرق او هينقل مثلا دبي، فابلكيشن دوبزل. وفي ابلكيشنز كتير، يعني في دوبزل، في بيوت، في ابلكيشنز تانية كتير. ولكن دوبزل هو اكتر حاجة بنستخدمها، لانه معلوش ايجار بس، بيبقى عليه مثلا بيع عربيات، حيوانات، عفش، بيبقى عليه حاجات كتيرة. فاغلب الناس بتستخدم دايما دوبزل. على حسب البادجت بتاعتكم هتشوفوا، وعلى حسب برضو السكن ده يكون قريب من مواصلات مترو وباص لحد لسه هيجي البلد. يعني ركزوا برضو في الموضوع ده، لان انتوا ممكن توفروا في السكن بس هتدفعوا في المواصلات زي التاكسي مثلا او الباصات كل يوم، هتدفعوا كتير. فكده انتوا ما وفرتوش، يعني ان المترو بيكون ارخص كمان من الباص. ايوه، عشان الحر برضو، عشان لو هتيجوا في فصل الصيف ما تمشوش كتير. فاهم حاجه ان انتوا يكون جنبكم مواصلات. لو انتوا معاكم رخصه في مصر ممكن تطلعوا رخصه دوليه في مصر، تأجروا عربيه هنا، فساعتها دي مش هتكون مشكله عندكم. لو انتوا بقى تستقروا، فلما بتقدموا على الاقامه في البروسيس دي، وقتها ما تقدروش تسوقوا بالرخصه الدوليه. وقتها لازم تخلصوا الاقامه الاول وبعدين تقدموا على الرخصه. ولما تخلصوا الاقامه يبقى عايزين تعملوا بنك اكاونت وتعملوا خط للموبايل، عشان اول ما بتيجوا سياحه لو انتوا عملتوا خط بيقفل بعد شهرين او 3. فانتوا لما بتعملوا بقى اقامه خلاص بتقولوا لهم دي الاقامه بتاعتنا، ثبتوها عليها، فالخط مش بيتقفل. والخط ده حاجه مهمه جدا، يعني ده اي حد يكون عايز يوصل لكم، او لو بتقدموا على شغل. رنجات السكن بتختلف من، يعني مثلا دبي هي اعلى حاجه، وكمان في دبي بتختلف على حسب الصيف ولا الشتاء. يعني احنا مثلا اجرنا فندق في الصيف قعدنا فيه تقريبا 4 شهور، كان بحوالي 4000 درهم في الشهر. اول ما الصيف خلص وجه الشتاء اللي هو السيزون كل حد بيجي، كان سعره 10000. ونفس السبيس، يعني نفس المساحه، نفس كل حاجه، والفندق مرضاش يغير ولا يعمل اي حاجه. فالاسعار بتكون غاليه جدا في فصل الشتاء، لان ده السيزون ده اللي الناس بتيجي فيه البلد، ده الناس اللي ساكنه هنا كلها بتيجي، فاهلهم ممكن بيجوا، فالدنيا بتكون زحمه جدا والطرق بتكون زحمه. فانتوا حاولوا، انتوا على حسب الوقت اللي انتوا جايين فيه. وانتوا طبعا اكيد لو هتيجوا في الشتاء عشان انتوا الدنيا شغاله وتقدموا على شغل وتشوفوا حاجات وكل حاجه فاتحه. فخلي بالكم برضو من موضوع زي كده. هل ممكن تحجزوا بدري؟ هل ده ممكن يفرق؟ بس بيفرق حاجه بسيطه، ما بيفرقش يعني حاجه، يعني ما بيفرقش رقم كبير قوي. الا لو انتوا هتحجزوا مثلا شهر او حاجه ممكن يفرق شويه. ده بالنسبه للسكن. انا ما اقدرش احدد لكم اقول لكم مثلا السكن كذا بالظبط، بس ممكن الافريج مثلا من 2000 ل 3000 درهم لو هتقعدوا في سكن كويس. لو هتقعدوا انتوا حد، او انتوا جايين انتوا حد وهتقسموها، هيبقى نفس البادجت، فانت هتدفعوا نص الفلوس. يعني لو هيبقى 2000 كل واحد هيدفع 1000. بالنسبه للمواصلات اكيد شفتوا فيديوهات كتير عن الموضوع ده، اللي هو كارت نول بتاع المترو وبتاع الباص. اول ما بتيجوا
بتعملوه من اي مكان وبتشحنوه، وعلى حسب بقى انتوا كام ستيشن، وعلى حسب انتوا كام ستيشن. في دبي مفيش سبسكريبشن. لا في سبسكريبشن في نول ده بس معرفش. اقل حاجه كانت 340 دولار. لا بصراحه ما اعرفش السبسكريبشن بتاع نول، انا وما اعرفش سبسكريبشن ابو ظبي. يعني هو طبعا الاسعار بتختلف، بس ما اظنش ان حد هيجي السياحه هيعمل سبسكريبشن في المواصلات. هو مش ده 100 درهم، يعني ده رقم كويس جدا طبعا. لان انتوا ممكن في اليوم تصرفوا مثلا 20 درهم رايح جاي اقل حاجه. انا هنا في المواصلات 35 في اليوم كلها كانت باص عادي يعني. أيوة. باص او مترو. فهي لو 100 درهم بتكون رخيصه. تاكسي يعني حاولوا تبعدوا عن التاكسي، لو اضطريتوا فتنزلوا ابلكيشن اسمه كريم. في اوبشن عليه انتوا تطلبوا عربيه عادي من كريم، او اوبشن التاني انتوا تطلبوا عربيه من هلا تاكسي. هلا تاكسي ده بيبقى التاكسي اللي في الشارع عادي، بيكون ارخص، ولكن الارخص والارخص ان انتوا تشاوروا للتاكسي كمان في الشارع، فده هيكون ارخص من انتوا تطلبوه من على الابلكيشن. لو انتوا عايزين توفروا، او مش عايزين توفروا بقى في بولت، في اوبر، في بقيه الحاجات. والفيزا دي ما عنديش فكره بصراحه الفيزا بكام دلوقتي، بس يعني انتوا محتاجين فيزا وطيران سكن، محتاجين اكل وشرب، على حسب برضو اللي مناسب ليكم. يعني انتوا ممكن تروحوا سبينز تصرفوا مبلغ، ممكن تروحوا سوبر ماركت صغيره ومش هتصرفوا كتير، ممكن تجيبوا اكل من بره وهتوفروا هتوفروا. يعني انتوا لو جبتوا اكل من السوبر ماركت هتدفعوا اكتر من ان انتوا تشتروا اكل دليفري جاهز، فعلى حسب انتوا عايزين ايه. بس تعرفوا ده ازاي؟ ممكن تكتبوا مثلا كارفور دبي وتشوفوا الاوفرز، الاسعار. ادخلوا على سوبر ماركت اسمه لولو او سوبر ماركت اسمه نيستو، تشوفوا الاسعار اللي عنده. فيفا ارخص واحد. وفيفا سوبر ماركت. بس ما اظنش ان دي حاجه هتشيلوا همها، يعني كل الناس الأكل بتاكل، يعني هي بتعتمد على الواحد عايز ايه. يعني دي هتقدروا تظبطوها، دي ما فيهاش ازمه بصراحه. وخط الموبايل لو اول ما تيجوا هيكون اسعار الباقات عاليه بتاعه النت، اول ما تعملوا اقامه بتكون اسعار اقل بكتير. بس لكن قبل كده لا، يعني ممكن كان في حد مثلا بيدفع تقريبا 100 درهم ومعاه 2 جيجا او 3 جيجا في الشهر. الباقه بتاعتي 30 جيجا وتقريبا 50 درهم. انا وقتها كنت في ابو ظبي وقال لي اقل حاجه 170 درهم. 170 اصلا ما عملتش باقات خالص اول ما جيت. فما لا انا اول ما جيت صاحب الشغل اشترى لي الخط وعمل لي الباقه في الستور نفسه بتاع اتصالات، وكان وقالوا لنا كده يعني. ماشي. ممكن يبقى سيف سايد، يعني يكون معاه في الشهر بالدرهم ممكن 3000 مينيموم مثلا. لا ايه اللي 3000 مينيموم ازاي؟ ما هي لو هو هيقعد في سكن هيقعد في سكن هيدفع لوحده 2000. 1000 مثلا. ايه 1000 ايه؟ هيقعد ايه في 1000؟ هيقعد مع حد. ده لو اخد سرير مش ب1000. ده لو لا اخد سرير في غرفه فيها 5 في دبي مش ب1000 يا نور. مريم قالت لي انها كانت قاعده مع 3 وكانوا بيدفعوا 1200 كل واحده في السرير، فاهم قصدي؟ فيعملوا حسابهم انه بس اول شهر الطلعه دي هي اللي بتكون اصعب حاجه، لكن تاني شهر هتلاقوا الاوضاع استقرت. يعني انت اول شهر ليكي 5000 درهم؟ انا اول شهر ليا ال 3000 درهم بتوع الشغل دول اتصرفوا، وصرفت عليهم 2000 درهم من فلوسي انا المصري، مع العلم صاحب الشغل هو اللي كان جاب لي يعني افريج ما لو حد مسافر يكون معاه كام مثلا؟ اقل حاجه وخصوصا لو مش جاي على شغل اقل حاجه 5000 درهم. ده لو هيعمل حسابه انه هيقعد شهر واحد بس، وكده مش هيكون بياخد انا تاكسي. شايف اقل من لا صدقني لا، انا اول شهر ده انا دافعه فيه 1200 درهم في اكل وشرب. فبتختلف، ممكن يكون حد تاني لا هو عايز يقضيها مثلا هوت دوج ونودلز طول الشهر، بس ما يبقاش حد هو مثلا متعود على لايف ستايل اكل صحي او بياكل بروتين بشكل شايف معين. 3000 درهم لا بصراحه، وبالذات لو بنت يا نور مش هتتمرمط كمان. هيبقى اول شهر ده لو هو هيجي يدور على شغل، انا قلت 5 لو ما عندوش شغل، لان اللي ما عندوش شغل ده هينزل يجري كل يوم يروح يدور على اماكن انترفيوز، هيتحط في حاجات، هيروح يطبع السي في بتاعه في مكان، هيروح اماكن بتاكسي معينه لانه مفيش مكان. لو سكن 1500 واكل 400 ومواصلات. السكن 1500 ده لازم تعرفهم ان ده سرير في اوضه، ده مش دي مش حاجه لا ممكن يلاقوا ايه هيلاقوا فين؟ لو قعدوا مع حد ومواصلات يعني ممكن 2300. فهي 3000 دي بالطوارئ بالكلام ده. لا. انا شايف ده وجهه نظري بصراحه. طب حط وجهتين النظر عشان بس ما يبقاش الناس بتضل. احط وجهتين النظر. انت بتقولي 5000 مينيمم وانا بقول 3000. لو ما عندهمش شغل. لو عندك شغل وهيبقى الشهر الاولاني ده بتستحمل لحد ما يجيلك الراتب بتاع الشهر اللي انت اشتغلته، اوكي تكون جايب 3000 وتكون جايب 2000 حتى هتمشي دنيتك عادي.
عادي لو اتزنقت في اول شهر وعادي لو قضيتها نودلز ولا اندومي طول الشهر مش مشكله، ما دام انت جاي على شغل. لكن انت مش جاي على شغل وجاي على طوارئ، لا طبعا مستحيل. وبس ده كان كل حاجه. لو عندكم اي اسئله تانية عن المعيشه في دبي قولوا لي تحت في الكومنتس وهعمل لكم فيديو مخصوص. بنعمل لكم فيديو بقى عن الرفاهيات والخروج والشوبينج وكده، يعني اللي استقر بقى خلاص. بس هعملكم الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم بكره، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.